9 فنانين ما كملوش تعليمهم، حد منهم يا دوب بيفك الخط. شيرين عبد الوهاب. صرحت شيرين عبد الوهاب أثناء ظهورها في برنامج التفاحة مع الفنانة نيكول سابا على قناة الحياة إنها ندمت لأنها ما قدرتش تاخد أي شهادة تعليمية سواء جامعية أو ثانوية أو حتى إعدادية. ومش كده وبس، هي كمان عبرت على ندمها إنها مش متقنة اللغة الإنجليزية بشكل كبير وقت عرض البرنامج. وقالت شيرين: كنت في التعليم لحد سنة أولى إعدادي، وبعدها حصل زلزال 92 وكنت خايفة أروح المدرسة وبهرب بعد ما ماما توصلني، وكمان أسلوب الدراسة كان بيخوفني لأنه كان صعب والمدرسين كانوا بيضربونا على إيدينا بالمسطرة، وبسبب كل ده ما كملتش تعليمي. أنا بندم على القرار ده، وخصوصا إني بتكسف من نفسي لما بناتي بيتكلموا إنجليزي، خاصة لو بيسألوني عنه. محمد رمضان. محمد صرح ببرنامج هنا العاصمة إنه لسه في سنة أولى بمعهد الفنون المسرحية بعد ما سقط 5 سنين فيه، وقال إن سبب رسوبه هو انشغاله بالأعمال الفنية اللي كان بيأديها وقت دراسته. محمد الشرنوبي. محمد هو واحد من النجوم اللي اعترفوا إنهم ما كملوش تعليمهم، لكنه أعلن إنه ناوي يكمل دراسته. محمد اكتفى بالشهادة الإعدادية، لكنه أثبت وجوده وحضوره، لأنه مش مجرد فنان قدر يقنعنا بأدواره، لأ، هو كمان قدر ينجح ويثبت نفسه كمطرب ليه جمهوره بيحبه وبيشجعه وبيدعمه كمان. عمرو دياب. ما نقدرش ننكر إنه جان التسعينات والألفينات وكل الأجيال لو تحب كمان. عمرو درس لفترة بمعهد الموسيقى العربية، لكنه ما كملش تعليمه بالمعهد، وبكده يكون مؤهله الدراسي هو الثانوية العامة، وهو برضه ما سعاش إنه يكمل دراسته واكتفى باللي وصل ليه. علا غانم. صرحت علا غانم في أحد البرامج إنها ما قدرتش تاخد شهادة جامعية واكتفت بس بالحصول على الثانوية العامة، بالرغم من إنها كانت في كلية فنون تطبيقية ولكنها ما كملتش دراستها. يسرا. الديva يسرا ما حاولتش إنها تكمل دراستها في أي كلية من الكليات، لأنها بعد نجاحها في الثانوية العامة اتجهت للتمثيل، وفعلا قدرت تحقق نجاح كبير في مجال الفن، فهي دلوقتي واحدة من أهم نجمات الصف الأول في مصر والوطن العربي كله. فريد الأطرش. الفنان الكبير فريد الأطرش ما كملش تعليمه، وده ما كانش اختياره، ده كان بسبب الظروف الصعبة اللي اتفرضت عليه في بداية حياته. عشان كده اضطر فريد إنه يسيب دراسته في مدرسته اللي كان فيها، وبدأ يشوف شغل في أحد محلات الموسكي، وده قبل ما يتجه لعالم الفن من خلال دخوله مسرح الفنانة بديعة مصباني. ليلى فوزي. صرحت الفنانة الراحلة ليلى فوزي في أحد الحوارات إنها ما كملتش تعليمها، وده الشيء اللي ندمت عليه بعد كده، لأنها اكتشفت إن التعليم جزء مهم قوي من حياتها حرمت نفسها منه. أم كلثوم. كوكب الشرق. صاحبة أهم صوت كان وهيكون في الوطن العربي، المطربة صاحبة النجومية الأكبر واللي مفيش حد يقدر يقارنها بيها، بالرغم من إنها ما كملتش تعليمها في الأساس واكتفت بس بإنها بتروح الكتاب، لكنها حصرت نفسها بكبار المثقفين والأدباء عشان تقدر تعوض الجزء اللي ناقصها في عدم حصولها على مؤهل عالي. وبعد ما حكيت لكم عن الفنانين اللي ما كملوش تعليمهم، يا ترى مين أكتر واحد فيهم استغربتوا لما سمعتوا اسمه؟ كنت أنا معاكم أروى سامح من فانز كلاب، فما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت.